مع ان سعر البندق القطع بقى خرافي في المحلات، فتعالى اقول لك ازاي تعمل احلى تمن بندق قطع ممكن تشربه في حياتك، وبجد اكادوا من فرط الجمال عزوبه يا جدعان، من كتر ما هو جميل جدا وطعم وبصراحه بيدوب في البق. فتعالوا نعمله مع بعض بشويه شوكولاته كده بقى، وتزينه وتدي للضيوف هيسالوك على الطريقه على طول. هناخد 30 جرام من لبن البودره. اللبن البودره هنجيبه من عند العطارين، ده السايب، ولو عايز تجيبه من اي سوبر ماركت، بس اهم حاجه اتاكد انها مش شركه اياها اللي بتدعم ولاد اللذينه. هناخد 20 جرام من البن البرازيلي، افضل انواع البن في استخدامها الفليفرات، سواء بقى فرنساوي او ايا كان الطعم اللي انت هتعمله. هناخد ايه البن البرازيلي، بصراحه بقى جامد جدا لانه مرته قليله. هناخد 20 جرام من البن البرازيلي. هنجيب علبه الكريمر دي بقى من عند العطارين او بتاع مستلزمات الحلويات، وبرضك موجوده في السوبر ماركت. العلبه ديت هتلاقيها 150 جرام. هناخد 50 جرام من مبيض القهوه، وده ممكن نجيبه سايب عادي برضك. هناخد كمين البندق، وطبعا مش هتجيب العلبه الكبيره ديت، انت ممكن تجيب عادي 10 جرام و15 جرام، هتلاقي عند مستلزمات الحلويات. هناخد 10 جرام عشان ما يجزعش معايا الطعم، لان برضك هضيف قطع بندق، فبالتالي هحب ان انا ما يبقاش طعم جازع قوي. هنجيب البندق بقى من اي عطار برضك، هنقول له احنا عايزين 50 جرام بندق عادي، وهنكسر 25 جرام على الخلطه ديت، وابدا كسرهم كويس جدا، وكده هتاكل وهتشرب يا جدعان. جامده رهيبه بجد، طعمها تحفه، لازم تجربوها. وما تنساش لو انت بتحب القهوه، فانا علاء فوده بقدم محتوى عن القهوه، فتابعني.